السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا والله. انا النهاردة جاية اتكلم معاكم عن نمط الحياة الصحي. احنا لازم كلنا نغير تفكيرنا في طريقة الحياة اللي احنا عايشينها، في طريقة الاكل وطريقة تقضية يومك عامة. لازم نبدأ يا جماعة الصبح يومنا بنشاط كده وحيوية. يعني انا مش هقولك انزلي جيم ولا اعملي حاجة، لا، يعني ممكن تعملي رياضة في البيت بسيطة. اي تمارين كده الصبح بسيطة بحيث انك تنشطي جسمك. قومي روقي الشقة بتاعتك، قومي. يعني ابدأي يومك كده الصبح بنشاط، هتنزلي تروحي شغلك ايا كان. اول حاجة هنبدأ يومنا لازم نشرب كوبايتين مية كبار. دي بداية يومنا، نشرب كوبايتين مية كبار. دي بتشغل أجهزة الجسم وبتنشط الحرق عندك في الجسم. هتبدأي تشوفي وراكي ايه، تعملي اي حاجة بسيطة، تدخلي على الفطار لو حابة تفطري الصبح. ويا ريت الصبح نفطر حاجة فيها بروتين. عندنا اللبن ده بروتين بتاعه عالي جدا. يعني انت لو خدتي كوباية من اللبن دي كده انت خدتي وجبة. احنا متفقين قبل كده ان كوباية من اللبن بتساوي لقيمة. يعني كده خدتي لقيمة، تاكليش بعدها بقى بساعتين تلاتة لما هتجوعي تاكلي. طبعا ممكن تعملي اللبن ده مشروب مع جنب منه اي اكل انت حباه. بس في الوقت ده احنا هناخد ربع كوباية من اللبن بس. يعني اتفقنا ان كوباية من اللبن يعني لقيمة. خلاص. ممكن نفطر الصبح، افضل حاجة هي البروتين. تخليكي يعني فترة طويلة جدا شبعانة. عندك البيض. البيض ده من الحاجات اللي بتخليكي فترة كبيرة جدا شبعانة ومش حابة تاكلي اي حاجة. ممكن تاخدي بيضتين تلاتة، اعمليهم اومليت كده بمسحة من السمنة البلدي، طبعا بلاش الزيوت. ممكن تستخدمي جنبها او تاخدي جنبها واحدة من التوست. بس في الوقت ده مش هتكتري البيض، هتاخدي بيضة او اتنين. ولو حابة تاخدي توست زي ما قلتلك بيضتين، ممكن تعملي مشروب جنبها بربع كوباية من اللبن. كلمتكم عن الرياضة، لو مش حابة تروحي جيم او مش حابة تنزلي تتمشي في الشارع، اعملي في البيت. في فيديوهات على النت كتير، ووك ات هوم، نزلوها وابدأوا اعملوها في البيت. صدقوني هتفرق معاكم جامد وهتخلي جسمك يتظبط قوي. يعني مع النظام اللي انت عاملاه الصحي، هتنشط جسمك وهتحسن مودك النفسي. تاني حاجة عايزة اقول لكم عليها بقى، ان احنا لازم ندخل الخضار، الخضروات عامة في يومنا. افطري الصبح، خدي مع الفطار الصبح خضار، خدي اي حاجة، جرجير، بقدونس، خس، اي حاجة. مع الغدا لازم طبق السلطة يكون موجود. خلي وجبة الغدا بتاعتك بروتين وخضار. لو اخدتي الصبح في الفطار نشويات، خدتي توست، خدتي عيش بلدي، خدتي اي حاجة فيها نشويات، خلي غداكي يكون مفهوش نشويات عشان تخسي بسرعة. هتاخدي نشويات في الغدا، ما تاخديش في الفطار. يعني انت شوفي يومك بقى، ظبطي نفسك على اللي موجود عندك. خلي حالتك النفسية كويسة، بلاش التوتر والضغط النفسي، بيأثر على جسمنا وبيأثر على الحرق جدا. ما بيخليش جسمك يحرق كويس. حاولي في يوم، يعني في نص اليوم كده، تعملي عملية استرخاء. استرخي كده، اقعدي مع نفسك، اقرأي شوية قرآن. نامي. يعني ممكن تنامي حتى نص ساعة او ساعة. هتفرق معاكي النوم، بصراحة هيفرق معاكي. نص ساعة كده تقعدي مع نفسك، تذكري ربنا وتسبحي. هتلاقي الحاجات دي فرقت معاكي جامد. عندك هنا تشربي العصاير، الفاكهة الفريش. يعني صدقوني الفاكهة بتفرق في تحسين المود. يعني لما تحبي تشربي عصير فاكهة او تاكلي فواكه كده، ايه، كسناك بين الفطار والغدا او بين الغدا والعشاء. طبعا مش هنحط سكر. ونحاول ان احنا ناخد الحاجة وطبيعتها. طيب هنيجي في وجبة الغدا، هناخد البروتين زي ما قلت لكم مع السلطة. ونحاول ان احنا ما ناخدش نشويات في الغدا. هتاخدي في الفطار نشويات، ابعدي عن النشويات في وجبة الغدا. حاولي تخلي وجبة الغدا بتاعتك بروتين وسلطة. يا جماعة، على فكرة البروتين مش لازم يكون لحوم. احنا ممكن ناخد خد بتاع دوت اللي هي البقوليات كلها. دي فيها نسبة من البروتين. العدس. بعد الغدا بناخد او بعد الاكل ناخد 7 حبات من اللوز. لو جوعتي اشربي فنجان قهوة، ده بيشبعك جدا. خلي في يومك مشروب الليمون بالكمون، حلو قوي.
وطبعا هتاخدي معاكي المية دي اساسي، يعني كوبايتين مية قبل كل لقيمة، دي اساسي. تحاولي تشربي لترين 3 لتر في اليوم مية على الاقل. دي هتزود معاكي معدل الحرق وهتحسن مستوى الحرق في جسمك. تعالي بقى في وجبة العشاء، خلي العشاء بتاعك زبادي. زبادي ممكن تاخدي معاه ثمرة من الفاكهة، يعني هيبقى حاجة حلوة قوي وهتشبعك. ولازم تكون قبل النوم بساعتين، وناخد كفايتنا من النوم، لازم 8 ساعات على الأقل. حاولوا تناموا كويس علشان الضغط النفسي عندكم يتحسن ومستوى الحرق عندكم يعلى. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير لأصحابكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.